نيوز، أول تلفزة رقمية أمازيغية بالمغرب. وجهت. والسيدات والسادة الكرام، كل باسم وصفته والاحترام والواجب حقي. أيها الحضور الكريم، بمناسبة احتفال اليوم العالمي للوقاية المدنية سنة 2025، يسرني أن أتقدم إليكم بأسمى عبارات الترحيب أصالة عن نفسي والنيابة عن جميع أفراد الوقاية المدنية العاملين بالقيادة الجوية في جهة مراكش، مع خالص الشكر والتقدير على تلبية الدعوة والمشاركة في فعالية الأبواب المفتوحة التي تنظمها المديرية العامة للوقاية المدنية. السيد الوالي المحترم، أيها الحضور الكريم، اختارت منظمة الدولة للحماية المدنية الوقاية المدنية ضمان وأمن السكان كشعار احتفال اليوم العالمي للوقاية المدنية هذه السنة.
كما تتعرفوا وكما لاحظتوا فالوقاية المدنية تحتفل اليوم باليوم العالمي للوقاية المدنية. وارتأت المديرية العامة للوقاية المدنية أنه يعني تخصص يومين لهذه المناسبة حتى يستفيد المواطن يعني من النصائح يعني والإسعافات باش يعرفوا كيفاش يتصرف يعني لا قدر الله وقع في حادثة ما. وكذلك فرصة للمواطن يشوف المعدات ديال الوقاية المدنية ومدى تطور هذا الجهاز يعني، وهذا الشيء إلا باش يرقى بالخدمات ديالو يعني لإسعاف المواطن. وكما لاحظتوا فالإنجازات ديال هذه السنة يعني لا هضرنا على الإحصائيات فالإحصائيات هذه السنة قمنا ب 64 ما يفوق 64 ألف تدخل على مستوى الجهة، اللي تتمثل فيه يعني مراكش ما يناهز 50% من التدخلات. بطبيعة الحال بحكم يعني مدينة مراكش مدينة سياحية تستقبل يعني السياح، وكذلك يعني المظاهرات اللي تكونوا يعني التظاهرات اللي تكونوا يعني على مستوى هاد التظاهرات اللي تكونوا على مستوى هاد المدينة. وكما شفتوا فالانجازات ديالنا كما قلنا فكاين عندنا انجازات اللي باش غنبنيو دي سونتر دو سوكور يعني مراكز الاسعاف اللي غادي نقربوا بها الاسعاف من المواطن. وهذا هو الهاجس الكبير ديالنا، هو يعني تقليص مده التدخل اللي غتجعلنا اننا نكونوا قراب من المواطن لا قدر الله كان شي حادثه او حادث ما.